السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا في برنامج الناس وحديث اليوم، وحديثنا لهذا اليوم عن المسرح في محافظة إدلب. وعندما نتحدث عن المسرح في محافظة إدلب لا بد لنا من ذكر رواد المسرح في هذه المحافظة من ممثلين ومخرجين وكاتبين ومهندسين للديكور. كان أول عرض مسرحي في محافظة إدلب على سينما أغريد سنة 1960 من إخراج عبد الرحمن شبي وبطولة أمل سكر. لكن الأستاذ عبد الرحمن شبي تلقى عرض من جماهيرية ليبية وذهب ليؤسس المسرح في ليبيا. وبعد فترة نشط المسرح في محافظة إدلب على يد الأستاذ مروان فنري. من خلال الأستاذ مروان فنري عرف في الجمهورية العربية السورية أن هناك مسرحا في محافظة إدلب من خلال العروض التي قدمها، ونالت المركز الأول على مستوى القطر العربي السوري. نذكر منها الفيل يا ملك الزمان وأخت الشهيد. وأيضا من المخرجين الذين نشطوا على المسرح في محافظة إدلب الأستاذ غياث عياشي. الأستاذ غياث عياشي كان أيضا مخرجا ومهندسا للديكور، ولكن تلقى عرض عمل أيضا إلى ليبيا وذهب ليعمل مخرجا في ليبيا. ومن المخرجين الذين نشطوا على المسرح أيضا الأستاذ خليل قبيعة. الأستاذ خليل قبيعة كان مخرجا وممثلا وقدم لنا أكثر من عمل، نذكر منها ميم يبحث عن المدينة. وحضر في الفترة الأخيرة المخرج الهاوي النشط الأستاذ عبد القادر عبد الله. الأستاذ عبد القادر عبد الله عرف بنشاطه للمسرح، وكان أيضا مؤلفا، وكان مترجما معتمدا من اللغة التركية إلى اللغة العربية، وقد ترجم عدة نصوص إلى اللغة العربية. وأيضا لا ننسى قصة الدغري التي تحولت إلى مسلسل من بطولة دريد لحام وأيمن زيدان وجيان عيد، هي من ترجمة عبد القادر عبد الله رحمه الله. وأيضا من المخرجين في محافظة إدلب له وقد ينساه الكثيرون الأستاذ زهير الأشقر. الأستاذ زهير الأشقر كان مخرجا وممثلا وكوميديا على المسرح، وعندما تبع دراسته اختص بالإخراج وعمل مخرجا في التلفزيون العربي السوري رحمه الله. ومنها أيضا المخرجين الأستاذ أحمد الشايب. الأستاذ أحمد الشايب كان له عمل مميز في المسرح، كانت أعماله المسرحية تدور حول شخصية واحدة، وهي التي تدور حولها كافة الأحداث في المسرح. يعني أن مسرحه كان يتألف من شخص واحد هو يقوم بكافة أو معظم الأدوار على المسرح، وقدم لنا أعمال جميلة ورائعة، نذكر منها بركة الدم. وهناك أيضا المخرج الذي نشط أيضا على المسرح اسمه نور الدين شاقوقة، والذي اختص مسرحه للأطفال، وكانت كافة أعماله تتعلق بالمسرح الطفل. ونذكر من أعماله حكاية الصياد. طبعا كل هؤلاء المخرجين كان لديه فريق عمل من مهندسا للديكور وكاتبا ومهندسا للإضاءة. طبعا من الرواد الذين كتبوا للمسرح في محافظة إدلب نذكر منهم الأستاذ رياض صفلو. الأستاذ رياض صفلو كان كاتبا للمسرح طبعا، وفيما بعد انتقل للعمل في التلفزيون العربي السوري معدا ومقدما لبرنامج مجلة التلفزيون رحمه الله. وأيضا من كتاب المسرح لا ننسى نجم الدين سمان، كان نشطا للكتابة في المسرح. وهناك بعض الشخصيات كانت مثلا تكتب وتمثل، مثل محمود عبد العزيز كان أيضا ممثلا وكاتبا للمسرح. طبعا وهناك المسرح كان بحاجة إلى ديكور، وهناك أشخاص اهتمت بالديكور المسرح، نذكر منهم الأستاذ عمر الراعي رحمه الله، والأستاذ سمير قريطبي الذي عمل لسنوات طويلة في هندسة الديكور للمسرح في محافظة إدلب. ولا ننسى أيضا غياث عياشي، كان مخرجا ومهندسا للديكور وكان فنانا. أما لن نتحدث حاليا عن التي كانت تقع عليهم عبء المسؤولية وهو الممثلون. طبعا من رواد الممثلين في المسرح في محافظة إدلب لابد لنا من ذكر مصطفى شهاقة. مصطفى شهاقة المعروف بأبو السلطان، الذي كان يأخذ دور شيخ الكتاب،
وكان يغني أغنيته المشهورة يا فلافل طاب العيش عن هذه الأكلية الشعبية المعروفة في محافظة إدلب، وكان يملك صوتا جميلا رحمه الله. طبعا من خلال المسرح عرفت شخصيات كثيرة كممثلين، مما دفعهم للعمل في الدراما السورية، ونذكر منهم من كان نشطا على المسرح الأستاذ أمين راجحة ومحمود عبد العزيز الذي انتقلا للعمل في الدراما السورية. ومن الناس الذين نشطوا على المسرح أديب قبيشو المعروف بأبو العبسي الذي كان يملك خفة دم، ووجوده على المسرح كان يعادل فرقة كاملة على المسرح أطال الله في عمره. ومن الممثلين الكوميديين أيضا إسماعيل لبان كان معروف في محافظة إدلب بأنه حسني بورزان إدلب، الذي كان يقدم الكلمة التي تحمل النكتة والدعابة كما كان يقدمها الأستاذ نهاد قلعي رحمه الله. ومن الناس الذين عملوا على المسرح فؤاد الشيخ علي، إياد الشيخ علي، كمال تشبي، ولا ننسى نشاط الأستاذ وليد أسود، أحمد نيربي، وليد شاقوقة، نضال جبارة، خالد جبارة، ماجد رحابي، مصطفى شحود، سمير قريت أيضا كان ممثلا ومهندسا للديكور، فوزي كيالي، عبد الحي موسى، مصطفى نحات، وفرحان أرحابي. طبعا أتمنى أن لا أكون قد نسيت أحد. طبعا وكان كل مخرج من هؤلاء المخرجين لديه مجموعة من الفتيات والنساء تعملن بين المسرح. يعني المسرح في محافظتي كان فيه بعض الكوادر النسائي، ولكن يعني أنا أتحفظ على ذكر أسمائهم لأسباب كثيرة، منهم توفى رحمه الله ومنه لا يزال على قيد الحياة. طبعا المسرح في محافظة إدلب كان لابد من إيجاد رديف يساند هذا المسرح ويزيد من شعبيته، هي وجود بعض الفرق التي كانت تساند المسرح في محافظة إدلب. نذكر من هذه الفرق نادي الفنون الشعبية الذي كان يرأسها عبد الكريم خربطلي أبو أحمد، وهناك نادي اسمه نادي الرمح العربي الذي كان مسؤول عنه أبو التركي النجار، وعضو في هذه النادي جميل نحلي. وكانت هناك فرقة أيضا تساعد المسرح في محافظة إدلب، فرقة محمد البقار المعروف بأبو عبد الله. لكن المسرح في محافظة إدلب كما هو المسرح في سوريا يحتضر النشاط في المسرح على مستوى سوريا وليس على محافظة إدلب قد انخفض بنسبة كبيرة على ما كان في القرن الماضي، ولكن لا بد من وجود بعض المساهمات وإن كانت قليلة. لا بد أن نذكر منها أن هناك مساهمات للمسرح قليلة وشبه نادرة. فكان هناك ابن محافظة إدلب حماد رحابي له نشاط في المسرح، ولكن للأسف الشديد كان نشاطه في دمشق من كوادر من أبناء مدينة دمشق، ولم يكن نشاطه المسرح في محافظة إدلب. طبعا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى في التعليق إذا نسيت اسم أو يعني قصرت مع شخص من هذه الأشخاص أن يكتب في التعليق، لأنني أفكر في كتابة طباعة كتاب إلكتروني عن رواد المسرح في إدلب حتى لا ننسى أحد ونعطي لكل ذي حق حقه. انتهت أمسيتنا لهذا اليوم. أتمنى أن ألقاكم في أمسية قادمة وتصبحون على خير.